نهائي كأس آسيا 2019 قطر واليابان على أرض الإمارات في ليلة تاريخية. مش عايز أطول عليك، لايك وصلي على حبيبك ويلا نبدأ. تسديدة أولى من اليابان جنب القائم، ترد قطر بهدف عالمي من المعز علي وعلي والهدف الأول. جول! شنو هذا؟ شنو هذا؟ ضربة مقصية حلوة من المعز علي تسكن شباك اليابان، والنتيجة بتروح 1-0 لقطر. قطر هي اللي بتهاجم والمعز كان قريب من الهدف الثاني والمدافع ينقذ وتطلع ركنية. تروح بعدها اليابان بهجمات ملهاش معنى. أنا عاوزك تتفرج على الأهداف العالمية لقطر. هذه كورة من عبد العزيز، التسويق. شنو هذا؟ لا 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 لا، شنو هذا يا عبد العزيز؟ عبد العزيز حاتم يحط هدف من تسديده خرافيه علشان يضيف الهدف الثاني لقطر. بس لسه القصه ما خلصتش. قطر مقدمه ماتش كبير وتروح بالثالث، وكره حسن الهيدوس تخبط في العارضه وتطلع بره علشان تنتهي 45 دقيقه ناريه بتقدم قطر 2-0. وتعالى نشوف شوط الحسم. اكرم عفيف يراوغ لاعبي اليابان ويلعبها لعبد العزيز قدام الجول، ولكن بيحطها في السماء وقطر هي اللي نازله تهدد. عرضيه من اليابان واللاعب بيلعبها براسه بس عاليه عن المرمى. عرضيه ثانيه من اليابان من ركنيه وتطلع برضه في المرمى، واليابان بتقرب من هدف اول. بعدها اليابان فعلا بتسجل الاول في مرمى قطر في وسط الدفاع، والهدف الاول للمنتخب الياباني. الهدف الاول للمنتخب الياباني، هدف اول من الياباني مينامينو، ويلعبها من فوق الحارس بشكل حلو قوي عشان يخلي اخر 20 دقيقه ناريه. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. عبد العزيز حاتم يسدد وتخبط وتطلع ركنيه عشان تتلعب الركنيه وتخبط في ايد لاعب اليابان وتنحسب ضربه جزاء، وبيقف لاكرم عفيف. عفيف جول! فانا عفيف، يا سلام يا سلام! وبيسجل اكرم عفيف الهدف الثالث في مرمى اليابان، وقطر بنسبه 99% كسبت البطوله علشان بعدها يصفر الحكم وتفوز قطر باول بطوله ليها في تاريخها. بطوله اسطوريه قدمتها قطر في 2019. لايك واستنى المباراه اللي جايه.